السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معقول وصلت لآخر فيديو يا طالب يا شاطر؟ برافو عليكم، انتوا دلوقتي لنهاية الفيديوهات، احنا خلاص ختامها مسك. ده آخر بارت عندك من المراجعات اللي احنا نزلناها عليكم وكانت بتهل كده. لو انت وصلت للمراجعة دي وكنت فعلا ماشي بالترتيب، بجد انت هتكون استفدت اكبر قدر من الاستفاده، لان الاسئله اللي انا جايباها كلها من النماذج الاسترشاديه، بلس ان انا براجع لك الفكره وبقعد اشرحها لك تاني. يعني احنا فرمنا الدنيا بدل المره مرتين، غير الفرمه اللي انت هتفرمها في مذاكرتك. ختامها مسك. عايزاكم بقى تركزوا معايا في البارت ده، عشان بعد كده هيبقى في فيديو انا هرغي شويه فيه معاكم في تفاصيل كل حاجه. تمام، يلا بينا. خليك فاكر انت في مراجعه التنين، عشان نظبط شابتر 4 الاول، نظبطه نعمل ريفيجن عليه، بعد كده نشرح عليه. طيب احنا دلوقتي فين؟ في شابتر 4. طيب اول حاجه احنا هنشتغل على ايه؟ يلا ايوه دي كانت شابتر 2، عشان انا بصور لكم كل ده في يوم واحد، يعني اكيد واخدين بالكم. يعني بصوا يا جماعه، اول حاجه احنا هنشتغل على مين؟ على شابتر ايه؟ على شابتر 4. شابتر 4 انا قبل كده سبق واشتغلت معاكم فيه، بس كان مسائل بس. ماشي؟ طيب تعالى يا ميسي مشي لنا معانا كده شويه في شابتر 4. احنا هنا كنا اوريدي فتحناه في الريفيجن الاولانيه اللي هي مراجعه التمساح، بس انت دلوقتي في مراجعه ايه؟ التنين. ماشي؟ طيب انا هبتدي الخص لك كل اللي انت شايفه ده في كام كلمه في صفحه واحده، فعايزاك تركز معايا. هلخص لك الخلاصه، الحاجات بقى اللي احنا هنحتاجها في النص هاجي ايه اقرا لك الملزمه كده ايه في السريع، زي ما عملنا في تشابتر كام؟ في تشابتر 3. يعني هرجع لك على الافكار كلها، بس اول حاجه هنشتغل على ايه؟ على دي. طيب لو انا قلت ان احنا عندنا بيكر، البيكر دي فيها ايه؟ او تو بيكر. طيب التو بيكر دول فيهم ايه؟ التو بيكر دول فيها واحدة فيها زنك والتانية فيها ايه؟ فيها كبر. تمام، حلو قوي. لا ثانية، احنا مش ظابطين الرسمة. اهم من الشغل تظبيط الشغل. ركز يلا كده اهو. ماشي، حلو قوي. بعد كده عندك ايه؟ عندك كده اهو. بصوا بقى، ده مين؟ دي البيز بتاعت مين؟ دي البيز بتاعت الزنك، ودي البيز بتاعت مين؟ بتاعت الكبر. حلو قوي، جميل جدا. تمام، احنا عندنا هنا ايه؟ عندنا سولت بريدج. ماشي، ايه السولت بريدج ده بقى؟ اللي هو حاجه ما بتعملش معايا بريسيبيتي. طيب جميل. وعندنا هنا ايه؟ وير وفي باتري. تمام، ركز يا ولدي. ماشي، وهنا طبعا في ايه؟ في السوليوشن بتاعي. ماشي زي الفل. اكتبي لي بقى كده الايكويشن. انا عندي الزنك زائد مين؟ زائد الكوبر سلفيت. هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي زنك سلفيت زائد ايه؟ زائد كوبر. طيب تعالى معايا، انا عندي ده بالزيرو وده بالبوزيتيف 2. تمام، وده خرج بالبوزيتيف 2 وده بقى بالزيرو. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان انت عندك هنا من زنك لزنك سلفيت حصل ايه؟ قال لي حصل انكريس في الريتشارجد.
اكتب كده بقى عندك حصل انكريز في الريتشارجد. تمام زي الفل. طيب قال لي من كوبر سلفيت لكوبر حصل انكريس في الريتشارجد. استنوا عشان احنا المفروض نقسم الحته دي نصين. استنوا كده عشان ايه الحته دي المفروض تتقسم نصين. معلش خلينا بس كده شويه اهو. الحته دي اهي هنقسمها نصين، جزء الانود وجزء الايه وجزء الكاثود. طيب هو مين جزء الانود يا ميس؟ جزء الانود اللي هو كان زنك بالزيرو، خرج بقى ايه؟ خرج بقى زنك سلفيت. تمام بقى بوزيتيف 2. طب وهنا قال لي كان كبر بوزيتيف 2 اللي هو الكبر سلفيت، خرج بقى كبر بالايه؟ بالزيرو. اتفقنا. هنا حصل ايه؟ حصل انكريز فين؟ اللي حصل انكريز في الريتشارجد. الريتشارجد زادت يا ميس. تمام حلو. وايه اللي حصل؟ قال لي الماس كان عمال يتاكل، كان عمالين ناكل من ده. الزنك عمال ايه؟ ياخد من هنا يودي منين؟ الكبر. الالكترونز كانت ماشيه كده، الالكترون كانت ماشيه ايه كده اهو. حلو تمام ماشي تمام. حصل decrease حصل عندي ايه؟ decrease فين؟ في الماس. تمام يبقى حصل عندك increase في الريتشارجد وديكريس في الماس. وهو حصل في ايه؟ ايوه بقى المعلومات الباقيه يلا اهو. وحصل عندك هنا ايه؟ اوكسيديشن. تمام. وايه تاني؟ وريديوسينج ايجنت. تمام يعني هو ايه؟ قال لي يعني هو نيجاتيف بول. كمل. قال لي وبوزيتيف ستاندر اوكسيديشن بوتنشال ونيجاتيف ستاندر ريدكشن بوتنشال. تمام حلو. ده كل حالات مين؟ الزنك. في انهي حاله؟ في حاله الجالفانيك. لو انا ماشي ازاي يا ميس؟ اهو لو انا ماشي كده اللي هو بدايه التشابتر بتاعي، لو انا ماشي كده اللي هو الزنك فوق والكبر ايه؟ والكبر تحت. يعني ماشي ده اوكسيديشن وماشي ده ايه؟ ريدكشن. وناخد بالنا ان كل اللي هيحصل هنا ده ايه؟ سبونتينيوس. يعني ايه سبونتينيوس؟ يعني تلقائي. يعني كل اللي هيحصل عندك ده ماله؟ قال لي ده كده تلقائي. طب تمام حلو قوي تمام زي الفل. بص بقى بص يا حبيب قلبي، هندخل عند الجزء الثاني اللي هو جزء مين؟ جزء الكبر. الكبر كان كبر بالبوزيتيف، خرج بالزيرو. يعني حصل ايه؟ قال لي حصل ديكريز. حصل ايه؟ حصل ديكريز. ديكريز فين؟ قال لي حصل ديكريز في الريتشارجد. حصل ايه؟ حصل ديكريز في الريتشارجد. تمام. وهو اللي بياخد البريسيبيتيت من الزنك بتروح لمين؟ للكبر. قال لي يعني حصل ايه؟ قال لي يعني حصل انكريز. انكريز فين؟ في الماس. تمام. قال لي وده ماله؟ قال لي ده ريدكشن. حلو قوي. يعني ايه ده ريدكشن؟ قال لي يعني اوكسيدايزنج ايجنت. اوكسيدايزنج ايه؟ ايجنت. يعني ده ايه؟ بوزيتيف بول. ماشي. قال لي اللي عندي نيجاتيف ستاندر اوكسيديشن بوتنشال وعنده بوزيتيف ستاندر ريدكشن بوتنشال. طيب ده مين؟ ده الجالفانيك. ده اللي بيحصل تلقائي.
تمام اهو، ده كل اللي بيحصل تلقائي. ده اختصار لاي سؤال عندك في جزء مين؟ في جزء الجالفانيك. يبقى احنا كده غطينا دلوقتي على جزء الجالفانيك. طب معلش نغطي كمان بحته كمان. عندك حاجه اسمها ايه؟ السيل دايجرام. ايه هي السيل دايجرام دي بقى؟ السيل ايه ده؟ ايه السيل دايجرام ده؟ السيل دايجرام ده بنحط شرطتين هنا وشرط هنا وشرط هنا. ده جزء مين؟ ده جزء الانود. ماشي. وده جزء مين؟ وده جزء الكاثود. تمام. ده جزء الانود في الرياكتنت، يعني زنك بالزيرو، وده زنك بالبوزيتيف 2. طب وهنا الكاثود قال لي كبر بالبوزيتيف 2 وكبر بالزيرو. حلو قوي، جميل. ده السيل دايجرام. يبقى انا هنا اختصرت كل حاجه في السريع منه. ايه يا ميس؟ انا عندي الزنك لما حطيتها مع الكبر سلفيت، الزنك كانت مالها نيجاتيف بول، اوكسيديشن، انود، ريديوسينج ايه؟ اوكسيديشن، ريديوسينج ايه؟ ريديوسينج ايجنت. حصل انكريس في الريتشارجد وديكريس في الماس، كل الكلام ده معروف. طب الناحيه الثانيه الكاثود، حصل ديكريز في الريتشارجد، انكريس في الماس. تمام. وناخد بالنا ان السولت بريدج اللي لازم احطه لازم يكون انرت، ولا يتفاعل ولا مع الانود ولا يتفاعل مع الكاثود. يعني هنا ممكن احط مين؟ هنا بحط الصوديوم سلفيت، هو ده السولت بريدج الصح. طب افرضوا انا غيرت الاثنين اليمنت وفضلت حاطه نفس السولت بريدج، طب ما انت ممكن الاثنين اليمنت اللي انت غيرتهم الصوديوم سلفيت يتفاعل معاهم ويعمل بريسيبيتيت، ولو السولت بريدج اتفاعل معاهم الباتري هيحصل فيها ايه؟ تلقائي هتقل. فانت لازم تاخد بالك. طب انا اعرف منين؟ شابتر 2 مش احنا كنا بناخد ده مع ده بيعمل لك بريسيبيتيت، بلاك بريسيبيتيت، وايت بريسيبيتيت؟ لازم تكون مذاكر. طيب حلو. طب لو انا يا ميس حطيت بدل الصوديوم سلفيت حطيت صوديوم سلفايد، سولت بريدج غلط. الاس هتروح تتفاعل مع مين؟ مع الكبر، تعمل لك بلاك بريسيبيتيت. كارثه، كارثه بكل المقاييس. طب يا ميس لو حطيت الباريوم كلورايد نفس الكلام. فانت لازم تخلي بالك ان السولت بريدج لازم انرت. تاني، السولت بريدج لازم يكون ايه؟ انرت. تمام. دي طريقه مين؟ قال لي دي طريقه الجالفانيك سيل يا مس. حلو قوي. طيب احنا ممكن نشرح بقى الالكتروليتيك سيل. دي كل الجالفانيك سيل يا جماعه. تمام، يعني اختصار للجالفانيك سيل. حلو، علشان ما نقعدش نهري كتير. يعني انا كده لخصت لكم الدنيا في ما فيش. يعني بصوا منزله لكم كل حاجه وعامله لكم كل حاجه. طيب هنا بقى عندنا ده مين؟ ده الالكترولايت، الالكتروليتيك. انت هنا نون سبونتينوس، انت هنا كنت سبونتينوس، انت هنا كنت ماشي. استنى اكتبها لكم عشان دي انا ما كتبتهاش الصراحه. انت هنا، لا استنوا عايزين نمسح دي شويه ونخليه كده محايد شويه. تمام، اكبر كده شويه بقى. انت هنا كنت بتمشي منين؟ قال انا هنا كنت بمشي من كيميكال، ناخد بالنا انا بمشي من كيميكال رياكشن لمين؟ تو الكتريكال كارنت. تمام، بمشي من كيميكال رياكشن تو الكتريكال تو الكتريكال كارنت. تمام، حلو قوي، جميل زي الفل. ده عندي مين؟ ده الجزء بتاعي. طب تعالى بقى ندخل على الالكتروليتيك سيل. بصوا بقى الالكتروليتيك سيل اهو. ماشي اهو بالشكل ده. عندي هنا ده سوليوشن، لازم يكونوا
عايمين في نفس السوليوشن اللي انا هبقى فيه. يعني ده ايه؟ قال لي ده كبر كلورايد، فانا حاطه ايه؟ حاطه 2 الكترود، حاطه هنا السي ال وحاطه هنا ايه؟ الكبر. بصوا يا جماعه ركزوا معايا، جميل قوي. استنوا بقى كده عشان نفرق. احنا بنشتغل على دي عشان لو مفيش حد فاهم. بصوا كده احنا بنشتغل على ايه؟ على دي. ولما جيت كتبت لك الستاندر اوكسيديشن بوتنشال انا قصدي على الارقام دي. انت في الجلفانيك انت بتنزل كده، في الجلفانيك انا بمشي السهم كده اهو، في الجلفانيك اهو الجلفانيك سيل بمشي ازاي؟ اول حاجه بيكون عندك هنا ايه؟ اوكسيديشن، تمام. وهنا بيكون عندك مين؟ بيكون عندك ريدكشن. يعني بمشي بالترتيب. اللي فوق اوكسيديشن. طب هنا انا هنا خلي بالنا، انا هنا بمشي من كيميكال تو الكتريكال كارنت، ماشي؟ سبونتينوس. طيب انا هنا بعمل ايه؟ ركز معايا كده، انا هنا بمشي كده بعمل ايه؟ بص كده انا عندي هنا ده اوكسيديشن، ماشي؟ ده اوكسيديشن وده ماله؟ قال لي وده ريدكشن. اكتب عندك بداية السهم دايما اوكسيديشن. انا هنا كانت دي بداية سهمي وانا ماشي في الجلفانيك، كانت اوكسيديشن، نزلت بقيت ريدكشن. طب انا عكست السهم، بداية سهمي اوكسيديشن طلعت بقيت ريدكشن. طب انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بشحن يا نجم، انا هنا بشحن، انا هنا بعمل الكتروليتيك سيل، انا بشحن، انا بعمل العكس. يعني انت من الكتريكال كارنت لكيميكال، من الكتريكال كارنت لكيميكال رياكشن، عشان كده انت بتشحني. طب تعالى افكرك بحاجه عشان ما تتلخبطش. انت هنا دي عندك بايه؟ بالنيجاتيف اللي هي الانود يعني. دي الانود صح. طب هنا دي عندك بالايه؟ بالبوزيتيف. حد عنده اعتراض؟ طيب انت تعرف ان احنا لما نشقلب، بص كده اهو السهم ماشي كده، شقلبه كده، بص البوزيتيف هيفضل دايما تحت اهو. البوزيتيف مش هنا كان في بوزيتيف، هو دايما تحت. مش فوق كان النيجاتيف؟ النيجاتيف ايه؟ اهو. نركز، يبقى هنا بوزيتيف اوكسيديشن. يعني الانود هنا بقى بالبوزيتيف. هي دي اللي احنا عكسنا فيها. والكاثود نفس الكلام، ماشي؟ ثانيه بس اكتب كاثود عادل. ان ايه؟ الكاثود، ماشي يا ولاد؟ تمام. يبقى احنا كده فهمنا ايه المجمل بتاع الشرح. تعالوا نطبق فين؟ في النوت. ماشي اهو. انا عندي هنا بقى ده مين؟ ده الكونتينر بتاعي، لازم يكون عندي في نفس ايه؟ في نفس السوليوشن. طيب تمام، جميل، حلو قوي. وحطيت فيه كلورايد وحطيت فيه كبر، ماشي. اقسم بقى كده عندك، انت هتمشي من هنا كده كده. العكس. اعمل كده بقى عندك، انت عندك هنا الانود وعندك هنا مين؟ الكاثود. هو مين بقى؟ مين الانود عندك؟ السي ال. ايه ده يا ميس؟ ده السي ال تحت، ما انا ماشيه هنا كده. ايه ده؟ السهم ده اتعوج خالص اهو، ما انا ماشيه هنا ايه كده. انا عندي هنا السي ال اللي تحت، ومين اللي فوق؟ الكبر. عندي دي هتبقى اوكسيديشن ودي هتبقى ايه؟ ريدكشن.
ماشي تمام زي الفل. وعندي هنا ده ايه؟ ده الكبر، ده الكاثود. ماشي حلو قوي. ايه اللي بيحصل هنا؟ هيحصل ايه؟ قال لي هنا هيحصل انكريز. انكريز فين؟ انكريز في الريتشارجد. ما انت خلي بالك طول ما انت انود انت بيحصل عندك ديكريز في الريتشارجد، ويحصل عندي ايه؟ ديكريز. انا حاسه ان الخط مش متناسق بربع جنيه يعني. ثانيه كده اهو. هيحصل عندي ايه؟ ديكريز فين؟ ايوه في الماس صح. بس في حاجه اتغيرت من هنا لهنا. بصي كده ركز معايا. في حاجه اتغيرت من هنا لهنا. ايه اللي حصل؟ طبعا انت عندك هنا ايه؟ هو كان بالنيجاتيف خرج بقى كده. ماشي اهو. هنا انكريس في الريتشارجد وهنا انكريس في الريتشارجد. هنا ديكريس في الماس وهنا ديكريس في الماس. اوكسيديشن وريدكشن. هنا ده بيلوز وهناك برضو ايه؟ هنا ايه؟ بيلوز. اوكسيديشن و reducing agent. تمام حلو قوي جميل. ايه تاني؟ هنا ده نيجاتيف بول، انما هناك ايه؟ هناك يا ميز بوزيتيف بول. هناك ايه؟ بوزيتيف بول تاني. هناك بوزيتيف بول. طيب هنعكس. شايف الستاندر اوكسيديشن والريدكشن بوتنشال؟ هتعكسهم. هتعكس البول. هيبقى عندك هنا نيجاتيف ستاندر اوكسيديشن بوتنشال، وهيبقى عندك بوزيتيف ستاندر ريدكشن بوتنشال. تمام. وهنا زي ما هي ايه؟ لوز. ماشي طيب. يبقى احنا كده لازم نقارن الحته دي. انا هشرح الحته دي وهشرح يعني على ما اظن احنا مش هنفتح الملزمه نجري فيها، عشان احنا كده هنكون لخصنا الشابتر كله في صفحه. يعني بص جايبه لك من الاخر، ندخل على الحل على طول. تاني يبقى انا كده الانود ده اختلف عن الانود ده في ايه؟ ان ده كان نيجاتيف اهو، ان ده كان نيجاتيف، ده كان نيجاتيف اهو. بص كان نيجاتيف ريديوسينج ايجنت، ده بوزيتيف اهو. ونفس الكلام. شفت؟ طيب تعالى بقى للناحيه التانيه. للناحيه ايه؟ للناحيه التانيه. انا عندي ده كاثود وعندي ده كاثود. طيب الكاثود ده حصل فيه ايه؟ قال لي الكاثود ده حصل ديكريس في الريتشارج. نفس الكلام، ديكريس في الريتشارج. تمام. ديكريس فين؟ في الريتشارج. ماشي اهو. ديكريز في الريتشارج. طيب وايه تاني؟ قال لي وانكريز في الماس. تمام. انكريز فين؟ في الماس. وهو ايه؟ قال لي هو ريدكشن. تمام. هو ريدكشن يعني ايه؟ قال لي يعني اوكسيدايزنج ايجنت. يعني ايه؟ ها هنا قلنا بوزيتيف. ركز يا نيجاتيف. نيجاتيف 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 ايه؟ نيجاتيف بول. تمام. اعكس بقى. استنى كده يا ولدي. ماشي. هنا ده نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف بول. يعني ماله؟ قال لي يعني بوزيتيف
ستاندرد اوكسيديشن بوتنشال ونيجاتيف ستاندرد ريدكشن بوتنشال. تمام. طيب ده ايه بقى يا ميس؟ ده كده الشابتر كله حرفيا. ده اول الشابتر اهو، بص كده، ده كده اول الشابتر. ده الجالفانيك. تمام. لما كنا ماشيين اوكسيديشن وريدكشن، انود وكاثود. طب انا كده اتنقلت على الناحيه الثانيه. ده كده مين؟ ده هنا ايه؟ قال لي ده الالكترولايت من الكتريكال كارنت لكيميكال كارنت. تمام، حلو. يعني انا ماشي من تحت، انا ماشي من تحت. يعني انا هنا ايه يا ميس؟ يعني انت زي ما انت هنا، هو احنا كنا بنحط هنا ايه؟ ايوه بوزيتيف، هنا نيجاتيف. تمام يا ولا؟ فهمت؟ خدها بقى سكرين كده، استنى اكبرها لكم. اهي خد دي سكرين. تمام، خد دي بقى كده سكرين واكتبها اهي، وهي كلها على بعضها. تمام. ده كده يعتبر الشابتر كله. اي خدمه والله العظيم. يلا بينا. حلو، خلاص بقى احنا كده خلصنا الشابتر. ما فيهاش داعي ان احنا نقعد نرغي في كلام بقى ايه ملوش اي لازمه. انا من رايي نبتدي فين؟ في الحل على طول. بصوا يا جماعه، بس علشان زي ما انا قلت لكم احنا جايبين الاسئله بتاعتي جايباها من النماذج الاسترشاديه. تمام. فهو للاسف حصل ايه؟ فيري بيج بروبلم. الاي اي جاي يهنج عند اخر ملزمه. الاي اي بيهنج في اخر ملزمه، تعب. ما بالكم البني ادمين هيكون حصل فيهم ايه؟ تعالوا نحل اول اسئله اهي. هي بس هو حاطط لنا الصوره ومترجم لنا بقى. كتر الف خيرك يا اي، كتر الف خيرك يا حبيب قلبي. طيب بيقول لك هنا السؤال ده في النموذج الاسترشادي الاول تقريبا. بيقول لي وين بوكسايت. طيب البوكسايت ده كان ايه؟ قال لي ده الالومنيوم 3 اوكسايد. قال لي البوكسايت ده بالمناسبه قبل ما احل السؤال، قال لي لما كنا بنسخنه عند درجه حراره كام؟ 2045. طبعا دلوقتي واحد هيوقف الفيديو ويقعد يفكر هيبقى عنده كام في السنه دي. يا على خيبتك، يا على خيبتك، ركز دلوقتي. احنا عندنا هنا البوكسايت كانت حرارته 2045. 2045 دي المفروض انها هيحصل فيها ايه؟ هتقل، لازم نقللها. لما نحط عليها مين؟ لما نحط عليها حاجه اسمها الفلوسبار. طب هو الفلوسبار ده كاتاليست؟ نوت بيها كاتاليست، لكنه بيسرع الكيميكال رياكشن. يعني بدل ما هي كانت 2045 هيخليها كام؟ 950. طيب امشي معايا واحده واحده. بيقول لك هنا ركز يا ولا. بيقول لك when a bauxite ore is an analyzed electrolytic which of the following statement describes the result of the reaction. ايه الجمله الصح؟ طيب احنا البوكسايت ده كان مين ومين؟ كان ألمنيوم واكسجين. ماشي، اعمل كده. الألمنيوم فين؟ الألمنيوم هنا. والاكسجين فين؟ الاكسجين تحت. طب احنا شغالين ايه؟ الكتروليتك يعني الكترولايت، يعني من الكتريكال لايه؟ لكيميكال. من الكتريكال لكيميكال. يعني الالومنيوم هو الريدكشن والاكسجين هو الاكسيديشن ريديوسينج ايجنت الانود. طيب بيقول لي هندخل الايه؟ الهيدروجين جاز از ذا كاثود. يا ابني ايه اللي دخل الهيدروجين؟ غلط يا حبيبي، غلط يا حبيبي. بيقول لي الالومنيوم كاثود. انا لسه قايله ان هو كاثود، والله هو فوق كاثود اهو، وده انود اهو. حلو. الالومنيوم ميتال ازاي؟
كاثود. تمام. والاكسجين اكت از ايه؟ اكت از انود. طيب حلو قوي. السؤال اللي بعده جميل. بيقول انا عندي 3 element A B C زي الفل are order according to their reducing agent من حيث الاكسيديشن. الريديوسينج ايجنت اللي هو الاكسيديشن، اعلى واحد فيهم مين؟ A. تمام. مين اللي بعديه؟ B. مين اللي بعديه؟ C. طيب حلو قوي. ركز كده معايا. انت عندك هنا اهو عندك ايه؟ لا كده الرسمه دي مش عاجباني اهو. عندك هنا ايه؟ B C. حلو قوي. بيقول لي يا ترى وين ذا specific metal B اللي هو اللي في النص ده contain impurities. لو عملنا عليه impurities ايه اللي هيحصل؟ A and C using an electrolytic cell containing an electrolyte B positive 2 ion is a suitable condition. يا ترى اول حاجه هو فين؟ هو هنا في النص. طيب مبدئيا يا جماعه احنا هنكون ماشيين ازاي؟ هنكون ماشيين كده بالعكس زي ما احنا ماشيين. تمام. يعني ايه؟ قال لي يعني مبدئيا ميتال A ميتال C هيريديوز ذا perfections process. قال لي لا، قال لي ميتال A oxidized act as anode and C deposit act as anode. الاتنين اهو، الاتنين. ليه؟ ده هيتعمل له انود وده هيتعمل له انود اهو كده وكده. اوكي ماشي. ده بالجلفانيك وده بالالكتروليتيك. metal A is oxidized act as anode and metal and C decomposed is ايه؟ is anode. طيب حلو جدا، حلو قوي. بعد كده هنشوف بقى السؤال هنا بيقول لك ايه؟ The following reaction occur the galvanic cell. حلو قوي. الجالفانيك سيل احنا عندنا حاجه اسمها الميركري سيل. الميركري سيل دي يا جدعان اللي هي الحجاره اللي كانت بتتحط في لعب الاطفال وفي الاله اللي هي الحجر الصغير ده. ماشي. بيقول لي the following reaction occur. هاف سيل عندي ده كان بوزيتيف اهو. عندي ده كان بوزيتيف. ايه ده؟ سوري كنت فاكره ان هي هايلايت اهو. عندي ده كان بوزيتيف خرج بقى ايه؟ زيرو. بوزيتيف خرج بقى زيرو. which of the following represent element. طب قولي لي اليوزز. ما انت لازم تقول لي الاليمنت باليوزز. طيب لو احنا قلنا element واليوزز بتاعته غلط فمش هناخده. بيقول لي انا معايا الميركري اللي هي الميركري سيل اللي انا قلت لكم اللي بستخدمها في حجاره اللعب الموبايل، اللي هي لعب الموبايل الصغيره مش الموبايلات الكبيره عشان ما حدش يفهم غلط. بستخدمها في الاير فونز وفي سماعات اللي هم ذوي الهمم ربنا يا رب يشفيهم ويمن عليهم بالشفاء العاجل. ايوه بستخدمها. طيب الليد ميديسل ديفايس لا طبعا. الهيدروجين درينك ووتر ان اتموسفير. تمام بس دي كانت في الفيول مش في الميركري. تمام حلو قوي. وناخد بالنا الهيدروجين كانت اكت از انود مش كاثود. طيب الميركري كانت اكت از كاثود عشان تاخد بالك. الاكسجين سبيس كرافت. تمام اوكي. هتبقى الاجابه عندك ايه؟ ماشي. بعد كده بيقول لك 22 هتبقى ايه؟ which of the following is the correct during discharge.
حلو، انت بتعمل ايه يا بابا؟ discharge، بتخلص كهرباء. انا بمشي كده بخلص، يعني ماشي يعني ازاي يا مس؟ ايوه يعني انا ماشي من كيميكال تو مين؟ تو الكتريكال. تاني انا ماشي من كيميكال تو مين؟ تو الكتريكال يا مس. اوكي حلو. قال لي الليثيوم اين موف ذا بوزيتيف من بوزيتيف تو نيجاتيف. لا طبعا، لا انت كده ماشي بالعكس. امشي بالعكس اهو. بص ده كده، ده معنى كلامي ان انا هنا اوكسيديشن، وان هنا ده ريدكشن، وان ده هنا ايه؟ نيجاتيف، وان ده هنا ايه؟ نيجاتيف، وان ده هنا ايه؟ بوزيتيف. اوكي. اول واحده غلط. الالكترون بوزيتيف، ما قلنا غلط. قال لي الليثيوم تو نيجاتيف. طب تعالوا نشوف في الصفحه اللي بعدها بقيه الاجابات. ايه بيقول لي الليثيوم تو بوزيتيف. صح، احنا هنمشي ايه؟ تو بوزيتيف. بصوا بقى اهو، اهو السؤال اهو عامه كله اهو. بيقول لي which of the following the correct. الليثيوم هيمشي لمين؟ للبوزيتيف اهو. ليه؟ علشان هو ايه؟ نيجاتيف. هيمشي لمين؟ للبوزيتيف عشان هو نيجاتيف. طيب حلو. هنشرح على دي علشان الرسمه هنا. بص بقى، بيقول لي which of the following occur in electrolytic cell. حلو قوي. عندي دي مين؟ باينه جدا ان دي الانود، وان دي مين؟ وان دي الكاثود. حلو، وانا حاطط مولتن، ده بوزيتيف وده نيجاتيف. النيجاتيف هيمشي يروح هنا، والبوزيتيف هيمشي يروح هنا. يعني البروميد ايون اكت از مين؟ اكت از انود، والسيلفر اكت از مين؟ اكت از كاثود. بيقول لي عندي الريدكشن البروميد، الريدكشن اللي هو الاكت از كاثود هيروح عند البروميد غلط. الاكسيديشن اوف بروميد ايون طبعا الاكسيديشن اهو، الاكسيديشن اوف بروميد ايون ات الكترود بي، اللي هو الالكترود بي ده الكترود بي، وده مين؟ يا ميس صح. طب الريدكشن اوف سيلفر، الريدكشن اوف سيلفر ايون اكت از الكترود بي غلط. الكترود ايه؟ طيب هنا دي شكلها برضو. قال لي in the cell show in the figure if the electrode Y and X are made the graphite which of the following describe happen in the cell. عندي X وعندي Y زي الفل. من الواضح ان الاكس هي البوزيتيف وان الواي هي ايه؟ النيجاتيف. طيب تعالى كده معايا بوزيتيف ونيجاتيف. طيب ده نيجاتيف هيروح عند مين؟ وده بوزيتيف هيروح عند مين؟ عشان دي الكتروليتيك. تمام. تاني الكلورايد هيأكت از مين؟ البوزيتيف، عشان هو نيجاتيف هيأكت از ايه؟ الجزء البوزيتيف. تمام. والكبر هيأكت از مين؟ الواي، اللي هو الواي. الكترود واي is the coating with X. لا. The concentration of copper ion remain constant. قال لي زي غلط. قال لي الكلورين جاز act as electrode X صح. طب لو جاب لي الكبر evolve act as Y هتبقى برضو ايه؟ هتبقى برضو صح. يبقى احنا كده حلينا السؤالين ايه دول اهو. الاجابه اهي، لان هو شارح لك وايه بيترجم لك يعني اهي. ماشي. طيب ماشي تمام زي الفل. هنا مفيش بقى، هنا مفيش رسومات. طيب حلو قوي. بيقول لي which of the following represent oxidation و reduction be used to electrical energy.
احنا الكتريكال ايه؟ الكتريكال انرجي. ده منين؟ ركز معايا. بيقول لي which of the following represent oxidation و reduction. تمام. can be used obtain electrical energy. electrical energy يعني انا ماشي من تحت كده ماشي. بيقول لي conversion of the lead sulfate لليد. لا طبعا. ان كار باتري لا. ماشي تمام. قال لي coating a part car اللي هو with the chromium electrical metal to protect them from the rust. لا برضو. قال لي analysis of water into hydrogen. الووتر into hydrogen and oxygen electrode. لا برضو. طب ركز كده. قال لي combination الهيدروجين مع الاكسجين in water. هي دي الاجابه. تمام. هي دي ايه الاجابه. طيب ندخل على اللي بعده. بيقول لي which of the following occur in lead acid battery during charging. قال لي ليد من بوزيتيف 2 لبوزيتيف 4 مستحيل. من بوزيتيف 2 لزيرو ممكن. طب كمل. اكت از انود دي كاثود. طب الالكترون ترانسفير من نيجاتيف لبوزيتيف. يا ابني احنا في الالكتروليتيك يعني العكس من بوزيتيف لنيجاتيف. قال لي الالكترون ترانسفير من انود لكاثود. هي من انود لكاثود بس هي من بوزيتيف لنيجاتيف عشان احنا ايه الكتروليتيك ايه الكتروليتيك سيل. تمام ماشي يلا بينا. حلو قوي. نقرا بقى السؤال اللي هنا اهو. بيقول لي which of the following example cathodic protection metal against corrosion. حلو. بيقول لي يا ترى which of the following example cathodic protection. انا هعمل cathodic protection. يعني ايه cathodic protection؟ يعني هعمل حاجه انا معايا element فهطليه بحاجه اقل منه فهيتاكل هيحصل له corrosion. بيقول لي coating الايرن. استنى. coating الايرن بإن organic substance. قال لي galvanating iron dripping in ايه زنك. الزنك اعلى اصلا. coating الايرن metal has the lower reduction. غلط. ركز بقى في اللي جايه. بيقول لي coating الايرن with the metal has lower. لازم عشان الايرن يتاكل انا الايرن هيبقى اوكسيديشن هخليه يتفاعل مع حد اقل منه اللي هو ريدكشن. فانا كده عملت كاثوديك ايه كفر. كده عملت ايه كاثوديك كفر فاتاكل. هيتاكل مع الوقت اجلا ام عاجلا هيتاكل. طيب ماشي حلو قوي. بيقول لي which of the following represent anode half reaction during the electrolysis of the molten sodium halide between the graphite electrode. حلو قوي. تعالى نمشي كده ونشوف ايه الدنيا. ركز معايا كده. بيقول لي هنا دي بالبوزيتيف راحت بقت بالايه. لا استنى نشوفها من هنا اصلا من الاصل. الاصل صح برضو. اوكي هنا دي من بوزيتيف بقت بالايه بقت بالزيرو. يبقى ده كده ايه كاثود. ماشي. طب هنا بالزيرو ده انود. حلو. طيب هنا بالزيرو بقت ايه ركز معايا. بقت ايه يا حبيب قلبي من زيرو لبوزيتيف بقت انود يا بابا.
طيب هنا من نيجاتيف عليت، هنا عليت، هنا قلت. تمام. بص بقى، هنا دي كاسود، دي كاسود. طيب انا دلوقتي قبل ما اقرا السؤال واترجم السؤال انا لازم احدد الحاجات اللي انا حددتها عندي دي بالراحه. بيقول لك which of the following represent. انا السؤال قفل معايا، مش عارفه اجيبه منين. انا دلوقتي بقى اعمل اللي انا هعمله مكانك لو انا في الامتحان. which of the following represent anode. احنا معانا ايه؟ احنا معانا anode half reaction during electrolysis. حلو. معنى سعادتك كده ان حضرتك محتاجه ايه؟ الكاثود، صح ولا لا؟ تمام. وهو ذكر ان انا عندي مين الانود؟ الصوديوم، صح؟ يبقى انا اول حاجه هروح اشطبها مين؟ الصوديوم، صح؟ صح؟ صح يا ميس؟ صح حبيب قلبي. واختار بقى ايه اللي بعده؟ مين؟ انود وكاثود. هو انود يبقى احنا نختار مين؟ الكاثود. فهمت حبيبي؟ كل لما اجي اعمل في العائلات اشطب يا ربي. اهو سؤال جميل بس امشي معاه سؤال واحده واحده. بيقول لك which of the following represent. انت معاك الانود وده هاف رياكشن، تمام. انا عايزه الكاثود، فانا لازم امشي اول حاجه احدد انود كاثود انود كاثود. انا معايا مين؟ الصوديوم. يبقى انا اول حاجه شطبتها مين؟ اول حاجه انا شطبتها مين؟ اهو شطبت الصوديوم مشيته. طب بقى معايا مين؟ الهيدروجين في حاله الانود وفي حاله الكاثود. طب انا معايا الصوديوم في حاله الانود، يبقى انا عايزه الهيدروجين في حاله الايه؟ الكاثود. طيب حلو قوي. بص بقى بيقول لك هنا، يلا يا شباب هنحل اخر سؤالين. بص بقى بيقول لك ايه؟ A copper rod containing iron and silver impurities was provided using the electrolysis. Which of the following represents a change in electrode mass after a period of time of the path of a electric current. طيب احنا المفروض ماشيين ازاي يا حبايب قلبي؟ احنا بنكون ماشيين كده. حلو. ده الالكتروليتيك، يعني انا ماشي من هنا ايه؟ ده اوكسيديشن وده ايه؟ قال لي وده ريدكشن. ده كاثود وده ايه؟ وده انود. ده هنا ايه؟ بوزيتيف وده هنا ايه؟ نيجاتيف. طيب والكميه اللي انت بتعمل لها ديكريز من الماس في الاكسيديشن كميه كبيره اكبر من الكميه اللي بياخدها ايه؟ الاستاذ. طيب بيقول لي ذا ديكريز انود، صح؟ ايكوال انكريز انود؟ لا مش ايكوال. ذا ديكريز انود صح، لس لا. ذا ديكريز انود ايكوال لا. امال ايه؟ قال لي بيقول لي ذا ديكريز انود تمام greater than increase ايه؟ الكاثود. الكميه اللي انت بتفقدها من الانود اكبر من الكميه اللي بياخدها ايه؟ الكاثود. يلا اخر سؤال. بيقول لي which of the following correct pass fuel وميركوري سيل. الفيول سيل هي هيدروجين، بتدخلها هيدروجين واكسجين، بتطلع من عندك حاجتين، بتطلع عندك فيول وبتطلع عندك ايه؟ ووتر. بتطلع حاجتين، دخل هيدروجين واكسجين، هيدروجين واكسجين، بتطلع لك حاجتين، فيول وبتطلع لك ايه؟ ووتر. لو انت وقفت الحاجات اللي بتدخلها ايه اللي هيحصل؟ مش هنطلع لك حاجه. نفس الكلام الميركوري سيل. الميركوري سيل يا ولاد مالها؟ قال لي هي بتكون مؤقته يا ولاد، يعني خلاص ايه الحجر ده معاك مؤقت، فيما بعد هينتهي بعد قد ايه؟ كام؟ بس خلاص هو مكتوب له الفناء. طيب بيقول لي ذا باز سيل كونفرتد ستورد، هيتخزن فيهم؟ لا طبعا.
هيتخزن فيهم؟ لا طبعا. الريدكشن بالنيجاتيف غلط، انت هنا ماشي جالفانيك كده يعني. اوكسيديشن وريدكشن، هنا ده بالنيجاتيف وده بالايه؟ بالبوزيتيف. فهنا الكلام ده غلط. بيقول لي the compound of the pus consumed. لا، قال لي pus are alkaline cell، تمام، and electrolyted connected doesn't charged، ما نقدرش نشحنها. صح، هي دي الإجابة ايه؟ الصحيحة. تعالوا بقى كده، احنا هنا وصلنا ذا اند، وذا اند للأبد بقى، اند أبدية. تم الانتهاء من التصوير نهائي، مفيش فيديو بعد ده. مش هقول لك في حاجة بعد دي ولا لا، خلاص كده احنا انتهت الحمد لله. مطلوب بس منك تركز في كل حاجة أنا قلتها في الفيديوهات. طيب بصوا بقى، انتوا توحشوني جدا جدا، بس اتمنى ما اشوفكمش تاني خالص، غير لو كنتوا محتاجين اي معلومه بقى في الجامعه زي الناس اللي بتكلمني ميس احنا عندنا مش عارفه الكيمستري مجننانا السؤال ده، مفيش اي مشكله، انا معاكم في كده. لكن باذن الله مش هشوفكم في اي وقت تاني، عشان الناس اللي كانت بتقول لي احنا ممكن نشوفك تاني ولا لا، بعد الشر، انتوا هتعدوا منها على خير، تمام، وهتنجحوا وكل حاجه، وربنا يكرمكم، تمام، واتمنى لكم الخير. وما تنسونيش بقى بدعويكم زي ما انا هدعي لكم برضو، وخلي عندكم دم بقى وذاكروا سنه ثالثه بقى. هتشوفوني بقى في مراجعات ليالي الامتحان، ولو مش انتوا مش طلابي فبرضه هتوحشوني برضه. سلام يا جماعه، سلام، باي باي سنه ثالثه، باي باي.